هلا هلا، مساء الخير. اليوم عندنا موضوع سريع وجدا ومستعجل، أسرع من كذا ما فيه، ما يحتمل التأخير، لازم نكون طيارات هواء بسرعة بسرعة بسرعة. وموضوعنا هو الشاب دايم مستعجل في كل مكان، عند خباز التميس مستعجل، عند الإشارة مستعجل، في الدوام مستعجل، في البيت مستعجل، عند الإشارة مستعجل، في زحمة مستعجل. والله يا دانا بتنبسط باللي شريتها. كم الحساب؟ 5 ريال. هذه 10 يلا. صح مستعجل. ايش تبي انت؟ ازعجتنا. ايش تبي؟ مستعجل يا اخي. ترى والله ازعجتني يا اخوي. ايش تبي؟ المفروض اجي قدام. المفروض تجي قدامي ليش؟ مش عشان مستعجل. مستعجل ليش؟ بس. مستعجل وبس؟ ايه. ما شاء الله. فارس قبل شوي مثل لنا الدور المستعجل وبس، يبي يمشي قدامك بأي طريقة، ما عنده احترام ولا ذوق ولا أي شيء، مستعجل وبس. درن درن. ألف فارس وينك؟ هلا يا ولادي، أنا زحمة سيارات، الطريق مليان. مرة لا تتأخر بس. حتى لو زحمة سيارات أطير؟ ايه. وهذا نوع ثاني من الناس اللي تقول له أنا والله مزحوم، الطريق زحمة مليان سيارات، ويقول لك لا تتأخر. طيب أركب للسيارة جنحان وأطير يعني؟ المهم موضوع مو بجديد لكنه يقهر، ودائم نسمع كلمة سريع سريع بسرعة، لا تتأخر، دونت ليت، يلا يلا بسرعة عجلة، كله وهو ما عنده مع جدتي. المهم اللي جاز الموضوع يا هلا والله مرحبا، واللي ما جاز له يرجع ثاني مرة ويحط سكيب 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 ويلا مع السلامة، أنا فاضي لكم. بما أن فقرة الطبخ جازت للكثير منكم، فأنا الآن في المطبخ بطبخ لكم لبس طرزان اللي محشي داخله رز، واللي هو ورق عنب. واخترت ورق عنب لأنه كثير من الناس ما يعرفون يسوونها، وأتحداهم. الطريقة كالتالي: تتصل على مطعم تقول له جيب لي ورق عنب، يجيبك تعطيه الفلوس يجيك ورق العنب بسرعة. مستعجل؟ ترى